أطلقت شبكة الإعلام العراقي وبالتنسيق مع وسائل إعلام وطنية عراقية وجمع من الإعلاميين ومع هيئة الإعلام والاتصالات ونقابة الصحفيين العراقيين والقوات المشتركة ومكتب رئيس مجلس الوزراء أطلقت تحالف الإعلام الوطني لتحرير الموصل. بيان لهذا التحالف ذكر أنه تم تشكيل غرفة إعلامية مشتركة تواصل أعمالها حتى التحرير الناجز لمدينة الموصل. تحشيد إعلامي يوازي التحشيد العسكري، وتحالف يتبنى السبق الوطني على حساب السبق الصحفي. هذا ما عزمت على تنفيذه شبكة الإعلام العراقي التي أطلقت بالتنسيق مع وسائل الإعلام المتنوعة والمؤسسات الأمنية والصحافية والفنية تحالف الإعلام الوطني ضد داعش، وإعلان حالة طوارئ إعلامية قصوى في وسائل الإعلام التي سيتم إشراكها في تغطية معركة تحرير الموصل وإشغالهم بإعلام المعركة. ندعو كافة وسائل الإعلام المحلية والعربية والأجنبية العاملة في العراق إلى الانضمام إلى هذا التحالف الإعلامي الإنساني ضد داعش الإرهابي. كذلك هناك اجتماع يوم غد مساء الكل مدعو إليه، كما ندعو وسائل الإعلام إلى إعلان حالة الطوارئ في برامجها وأخبارها وتقاريرها، وتسخير كل ذلك إلى المعركة المقدسة التي يخوضها العراق ضد داعش الإرهابي. بهذه الروح الوطنية المشتركة كل القنوات العراقية العاملة بحاجة إلى هكذا جهود. مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي أطلق هذه المبادرة مع الأخوة في مجلس الأمناء في هيئة الإعلام والاتصالات والقنوات الوطنية العراقية وعدد من الزملاء الإعلاميين مع نقابة الصحفيين، وآمل أن يكون في الاجتماعات التي ستجري مساء اليوم وغدا وبعد غد حضور أكبر لكل وسائل الإعلام. ويؤمن التحالف الإعلامي غرفة عمليات مشتركة ستظل منعقدة حتى تحرير الموصل، وتقوم من خلال مقرين، أحدهما في العاصمة بغداد والآخر في أطراف نينوى، بمهام عديدة من أبرزها إيجاز الأعمال العسكرية والإغاثية وتوثيق جميع جوانب المعركة والترويج للانتصارات عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، والقيام بحملات يومية منتظمة وموحدة بخطابها وشعاراتها. التحالف سيضلع بدوره في إدارة المعركة الإعلامية والترويج للانتصارات عبر وسائل التواصل الاجتماعي وحملات يومية منظمة ومكافحة الإشاعات وأساليب العدو بالتشويش على المعركة. نحضر عشرات المشاريع في السوشيال ميديا وبشبان عراقيين أجلاء يصلون الليل مع النهار بلا نوم وبلا راحة من أجل إيصال الصورة الممتازة لحربنا هذه الإعلامية بعدد من اللغات وبمختلف المواد المنتجة. كما وضعت غرفة العمليات الإعلامية لتحرير الموصل هيكلية تضمنت هيئة التخطيط الإعلامي المتحدث الإعلامي للتحالف، إضافة إلى 6 غرف شملت غرفة المراسلين الحربيين المرافقين للقطاعات العسكرية، الغرفة الفنية لتهيئة احتياجات البث والإرسال، غرفة التوثيق لتصوير جوانب المعركة كافة، غرفة التحرير لإعداد البيانات المشتركة وتحرير الأخبار، غرفة الأخبار لتقديم نشرة إخبارية يومية تبثها الوسائل المشتركة كافة، إضافة إلى غرفة التواصل الاجتماعي التي ستتبنى الهاشتاجات والحملات الإلكترونية، مع تبني العمل وفق روح الفريق الواحد الذي تعهد بمساندة الجهد العسكري وإشاعة التسامح وتقوية اللحمة الوطنية قبل وبعد تحقيق النصر في معركة الموصل الحاسمة. أحمد محمد صالح، العراقية نيوز، بغداد. مشاهدينا الكرام، نقف عند هذا الموضوع لنحيطه أكثر بالتفصيل. ينضم معنا هنا في الاستوديو رئيس مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي الأستاذ مجاهد أبو الهيل. أهلا وسهلا بك أستاذ مجاهد. أهلا وسهلا بك. يعني الحقيقة نفرح كثيرا عندما نشاهدكم كرئيس مجلس أمناء وأيضا رئيس الشبكة، وأنتم بيننا لا تكتفون فقط بالتوجيه وإنما تكونوا من ضمن هيئة التحرير، وهذا شيء مفرح يعني في هذه الأزمة حتى إنجازها إن شاء الله. أستاذ مجاهد، يعني لأول مرة هكذا يعني تكون وقفات إعلامية بهذا النسق بهذا التكاتف، وهي ربما غريبة نوعا ما عما سبق. يعني هناك دائما من يغرد خارج السرب.
الآن الحمد لله وشكر الكل يقف مع القوات الأمنية حتى إنجاز النصر. يعني ما عملتموه اليوم يعني على جانب عالي من المهنية، هناك ورقة عمل، هناك نظام داخلي. كيف تصف هذه الوقفة الإعلامية؟ مرحبا بك وبمشاهديك الكرام، ومساء النصر على أهالي الموصل وعلى العراقيين جميعا. طبعا احنا خسرنا المعركة إعلاميا أكثر من مرة مع داعش للأسف الشديد سابقا، لذلك علينا أن نربحها، لأن داعش أسقطت الموصل إعلاميا، ووسائل إعلام عربية مع الأسف تحالفت، وهناك تحالف إعلامي لداعش. نعم. اليوم شبكة الإعلام العراقي وهيئة الإعلام والاتصالات وقناة السومرية وقنوات أخرى كثيرة وشباب مغردون على تويتر والفيسبوك اليوم حضر الجميع حتى نعلن هذا التحالف، وهناك اجتماع يوم غد عند الساعة 8 في مقر الشبكة. الشبكة اليوم تحولت إلى غرفة عمليات إعلامية لتحرير الموصل، والشبكة هي شبكة كل العراقيين وشبكة إعلام العراق جميعا. لذلك اليوم استضفنا مدراء محطات إعلامية مهمة، استضفنا أسماء إعلامية مهمة. نريد أن نتحالف من أجل إلحاق هزائم كثيرة بداعش أكثر من الهزائم العسكرية. الهزائم العسكرية لا تكفي، ونحن مطمئنون تماما من بسالة وصمود أجهزتنا الأمنية وقواتنا المشتركة وحشدنا الشعبي. لذلك علينا أن ندعم ونحمي ظهر هذه القوات، وأن نقف أمام صدور هذه القوات. اليوم حصل اتصال بيننا وبين السيد سيادة الفريق عبد الأمير يا الله الآن، وأعلن دعم المطلق وتفريغ مكان لهذه الغرفة الإعلامية في عمليات تحرير الموصل، وغدا تنطلق أول قافلة لهذا التحرير. تقصد في أربيل؟ لا، في أطراف الموصل، في أطراف ومشارف الموصل. وعدنا أن يكون هناك مكان يتواجد فيه الإعلاميون أو الجيش الإعلامي. هناك آليات التنسيق بين كل هذه الغرف العمليات، يعني أنت تعلم بأن الإعلام مفتوح، يعني مو من السهولة السيطرة أو تشكيل غرفة عمليات ممكن أن تعمل على كل هذه الجهات، بالتالي هناك إعلام مسموع ومقروء، وهناك السوشيال ميديا هذه يعني وحدة يراد لها غرفة عمليات ربما كبيرة. كيف تنسقون آلية العمل هذه؟ وزعنا هذه الغرفة على مجموعة أقسام. هناك غرفة للتواصل الاجتماعي، هناك غرفة للمراسلين، هناك غرفة فنية التزمت شبكة الإعلام العراقي بتوفير كل الدعم الفني واللوجستي لوسائل إعلام أخرى. وإحنا بدأنا من ليلة البارحة، بالإضافة إلى مراسلين الموجودين في ساحات المعارك يتقدمون الجنود والمقاتلين ليكونوا مقاتلين بكاميراتهم وأقلامهم وإبداعاتهم. لذلك قسم هذا التحالف على مجموعة فرق. هناك فريق للتخطيط الإعلامي وهناك أسماء مهمة، هناك فريق كذلك للسوشيال ميديا والتواصل الاجتماعي. واليوم طمأنا أحد المغردين البارزين في العراق والزميل علي وجيه أن هناك 4 ملايين مغرد ومتابع لهذه التغريدات. اليوم العراق بحاجة إلى وقفة إعلامية. كذلك ندعو الإعلام العربي والأجنبي أن يتحالف معنا، لا يتحالف معنا عراقيا فقط، لأن المعركة هي معركة مصير ومعركة وجود ومعركة إنسان مع وحش. داعش هو يمثل التوحش في المنطقة ويمثل الظلام واللون الأسود. أما وسائل الإعلام العربية ندعوها أن تكون متحالفة معنا. ندعو وسائل الإعلام العربية والعراقية والأجنبية إلى أن تتخلى عن السبق المهني لتلتحق بالسبق الوطني والسبق الإنساني حتى نحرر الإنسان الموصلي من هذه العصابات النكراء. يعني واقع الحال ما زالت هناك بعض الأصوات النشاز بالتأكيد التي ربما تحاول بطريقة وأخرى. بالنتيجة الإنسان العراقي يعني هو عادة إنسان مثقف ويعرف الأسود من الأبيض كما يقولون، لكن هذه الأصوات يعني خلينا نقولها بصراحة يعني ما تستحي عندما تذكر بعض الحقائق المزيفة. عندما تقول مثلا عندما تذهب القوات العراقية سوف تقتل السنة على سبيل المثال، سوف تعمل مذابح هناك، يعني ألم يكن من الأجدر بهم أن يذكروا هذه الأشياء عندما كان داعش يقتل الحرث والنسل في الموصل؟ يعني مع الأسف بعض وسائل الإعلام تجوب المعركة لتبحث عن وجهها السلبي والقاتم. نعم. في المعركة تحصل هناك أمور كثيرة وفروقات كثيرة.
هذه الخروقات لا ترقى إلى مستوى الجرائم الكبيرة بحق الإنسانية وبحق التراث والحضارة التي ارتكبتها داعش. بعض وسائل الإعلام العربية للأسف الشديد تقوم بتغطية خرق أو خطأ أو اشتباه بسيط من جندي أو حشد أو ما إلى ذلك، لكنها تترك الجرائم الكبيرة المروعة بحق المدنيين والأطفال والنساء. لذلك احنا اليوم تحالفنا وعلينا أن نعبر بهذا التحالف. احنا اليوم أعلنا حالة طوارئ في كل وسائل الإعلام الوطنية ووسائل الإعلام التي تؤمن بالوطن وتؤمن أن هناك عدو متوحش، عدو متربص بالجميع اسمه داعش. هذا التحالف اليوم بدأ ولن ينتهي، وسنتحالف تحالفات جديدة، وغدا وباب التحالف مفتوح أمام كل وسائل الإعلام العراقية والعربية والأجنبية. علينا أن نبحث عن إعلام وطني وأن نتخلى عن مهنيتنا قليلا، لأن المهنية مو دائما مطلوبة. احنا الآن بحاجة إلى إعلام وطني وليس إعلام مهني. المهنية تقتضي السبق وتقتضي مجموعة معايير علينا أن نتخلى عنها قليلا ونؤجلها حتى نلتحق بركب الإعلام الوطني، لأن هناك مجتمع كامل مأسور بيد عصابات متوحشة. علينا أن نحرر هذا المجتمع أولا. على الأقل من النواحي الإنسانية خل نتحد. يعني الإنسان يصرخ بنا منذ فترة، الإنسان الموصلي والإنسان العراقي، واليوم أهالي الجنوب يتحدثون باللهجة الجنوبية في الموصل، وأهالي الشمال يتحدثون باللكنة الكردية، وأهالي المناطق الغربية المحررة هي الموصل عراق مصغر يعني. وعراق مصغر. لذلك علينا أن نمسك بهذا العراق وأن لا ينفلت من بين أصابعنا مثل ما حصل في السابق. جزيلا نشكرك الأستاذ مجاهد أبو الهيل، رئيس مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي. شكرا لحضورك وشكرا لهذا الجهد الذي تقومون به. شكرا جزيلا.